اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ويوم جديد كده ان شاء الله. الفيديو بتاعنا النهارده يعجبكم. طبعا متاخره عليكم جدا جدا، وحشتوني جدا جدا جدا. بقالنا تقريبا حوالي 3 اسابيع من بعد رمضان ما نزلتش اي فيديوهات، بس ان شاء الله راجعين بقوه باذن الله. محتاجه بس تشجيعكم باللايك وبالكومنتات الحلوه. ولو انت اول مره بتشرفي قناتي، اتمنى ان قناتي وفيديوهاتي تعجبك وتشتركي معايا وتكبري عيلتي بيكي. ويلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو الجميل بتاعنا. الفيديو بتاعنا هيكون منيو الأسبوع كده. منيو حاولت ان هو يكون مختلف كده ومتنوع، يكون في أكلات اقتصادية وفي نفس الوقت أكلات كده تكون مكلفة شوية، بس في نفس الوقت هتحس ان الأسبوع كله على بعضه اقتصادي، ما كلفناش كتير. فأول يوم كده معانا في الأسبوع عملت لهم كده فرخة مشوية في الكيس الحراري. الفرخة دي كانت عندي في الفريزر أصلا من رمضان. فدي تقريبا اول اكله عملتها بعد رمضان، فرحت عامله لهم بقى الفرخه المشويه دي في الكيس الحراري. قد ايه كانت حلوه، ما خدتش اي وقت معايا خلاص في التسويه. وكمان عملت رز بسمتي معاها، رز مبهر كده بالخلطه تحفه. وجنبه بقى عملت شويه سلطات كده، سلطه خضراء وسلطه زبادي وكمان توميه. طبعا كنت حابه ان انا اعمل سلطه الطحينه، بس الطحينه بقت غاليه قوي في المحلات، فبقيت بصراحه استبدلها دايما بالتوميه. التوميه كمان مع الفراخ بتكون حلوه جدا جدا. الطريقه هتلاقوها موجوده برده في القناه، سواء الرز او الفراخ اللي هي في الكيس الحراري، حلوه جدا. تعالوا اليوم بقى اللي بعد كده. عملت غدا اقتصادي جدا جدا جدا. تقريبا ده يعني اقل غدا ممكن يكلفك على الاطلاق، يعني مش هتلاقي ارخص من كده. كيس مكرونه سباكيتي تعمليها كده بالصلصه، حلو جدا. جنب بيض مسلوق بقى ممكن تعملي طبق سلطه، طبق مخلل مثلا جنب الاكل، شويه بطاطس محمره. ممكن حتى لو هتشتري كيس شيبسي جنب الاكل، او تكتفي زي ما انا عملت كده. انا ما عملتش اي حاجه اكتر من اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. ما كانش عندي اي حاجه صراحه، ولا بطاطس ولا اي حاجه. كل واحد كده طبق مكرونه وعليه البيضه المسلوقه وخلاص. بروتين مع نشويات، تعتبر وجبه متكامله. هي بصراحه بس بامانه كان ناقصها طبق سلطه، بس للاسف بقى زي ما قلت لكم ولا كان عندي ولا ده ولا ده. شويه مخلل جنبها كده. المهم ان هي المكرونه لوحدها والله ما محتاجه اي حاجه. قد ايه المكرونه كانت جميله. واحلى حاجه بقى لما تعمليها بقى وتزودي الشطه فيها كده، تبقى مش هتشطه تفتح النفس. حقيقي جميله جدا، وغدا اقتصادي وموفر وحلو جدا جدا. هينفع معاكي لما تكوني حابه ان انت تمشي يوم كده من غير ما تصرفي كتير. تعالي اليوم اللي بعد كده. عملت برضو اكله حلوه جدا جدا في البيت كده. البيتزا اللي هي البيتي الحلوه الجميله دي، اللي ما بتكلفناش كتير خالص. اقل من 100 جنيه وهتعملي 4 بيتزات. الحجم اللي قدامكم ده يعتبر الحجم الوسط، في حاجه تعتبر بالنسبه للتكلفه لو هتشتريها من بره تعتبر اقتصاديه جدا. وفري بقى فلوس الدليفري وفلوس الاكل اللي من بره، واعملي حاجه حلوه في البيت. عايزه اقول لكم والله العظيم البيتزا اللي بتاعت البيت بتبقى حلوه جدا. مش فارقه اي حاجه عن بره. يمكن اللي بره بيكون شويه زياده فيها مثلا الجبن او حاجه، لكن هي في البيت حلوه قدامكم اهي. تسويتها جميله ما شاء الله من تحت ومن فوق. اللي هو السمك بتاع البيتزايه حلو قوي، اللي هو ولا رفيعه قوي اللي هي زي البيتزا الايطالي اللي تبقى رفيعه جدا، ولا مثلا اللي هي مرتفعه قوي. حجمها حلو جدا. كيلو دقيق هتعملي منه 4 بيتزات حلوين جدا جدا. طبعا هي ولا كان فيها ولا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه، هي عباره عن جبن وخضار وبس. حقيقه حلوه جدا. جنبها بقى ممكن تعملي طبق سلطه. انا كان عندي خس وخيار، قطعتهم كده على بعض زي طبق سلطه. ممكن تعملي كمان كول سلو لو عندك. شويه بطاطس محمره برضو جنبها مع الكاتشب مع مايونيز مثلا. هتكون حلوه جدا ومش مكلفه خالص، وفي نفس الوقت تكوني عملتي حاجه حلوه اولادك بيحبوها. كل الاطفال بيحبوا البيتزا، فحقيقه حلوه قوي انك تعمليها في البيت. تعالوا بقى لليوم اللي بعد كده. سفره سي فود حلوه جدا جدا جدا، وبرده ما كلفتناش 100 جنيه. اقل من 100 جنيه السفره اللي انتوا شايفينها دي كلها حلوه جدا ما شاء الله. عشاق بقى الاكل اللي هو بقى السي فود والمأكولات البحريه والحاجات بقى الجميله دي، عملوا الاكله دي حلوه قوي في البيت ما شاء الله. عملت كده شويه رز صياديه او رز بالبصل كده جميل. نص كيلو جمبري. الكيلو من الجمبري ده عامل 100 جنيه. نص كيلو جمبري ب50 جنيه. تقليه كده حلو قوي، تتبليه وتحمريه في الزيت ما شاء الله جميل، مع شويه رز صياديه زي ما انا عملت كده. زي ما قلت لكم نص الجمبري ده ب50 جنيه. مع الجمبري كمان جبت كيلو شيكان. شيكال طبعا اللي من دمياط زينا كده، وبورسعيد الاسكندريه اللي هي المحافظات السواحل دي، هم اللي هيبقوا عارفين بقى الشيكال وجماله. حلو جدا. كيلو منه ب30 جنيه. طبعا هو يعتبر غالي جدا، كان قبل كده الكيلو بتاعه ما بيزيدش عن 10 جنيه، بس طبعا يعني في الوقت ده في الاسعار دي فيعتبر برده مش غالي. حلو جدا بقى للناس اللي بتحب بقى المصمصه بتاعت الحاجات اللي زي الجمبري والكابوريا والكلام ده. طعمه حلو قوي. للناس اللي ما تعرفوش هتلاقيه طعمه كده قريب شويه
الجمبري حلو جدا، ويمكن صعب شويه في تقشيره، بس بالمقص كده تقصقصي الراس والديل كده وتفتحي فتحه من الظهر يطلع معاكي بقى اللحم بتاعه كده، بيبقى قطعه واحده كده، بحقيقه طعمه حلو قوي. طبعا بما ان انا قشرت الجمبري، فبالقشور بتاعه الجمبري عملت الطبق شوربه حلو جامد جدا جدا، وحطيت فيه برده كام واحده من الجمبري كده عشان يكون برده حلو، تبقى شوربه كده وفيها كام واحده كده من الجمبري، ما تكونش شوربه ساده خالص. وعملت بقى سلطه طحينه وسلطه بابا غنوج والجرجير، وكمان كنت بقطعها حلقات خيار بس ما كانش في مكان يعني قدامكم احطه. فحلو جدا جدا، سفرة جميلة، وحقيقي اقل من 100 جنيه عملت سفرة ولا احلى ولا اروع. تعالوا بقى لليوم اللي بعد كده، يعني دايما هتحس اليوم اللي كلفت فيه شوية تاني يوم على طول راح عامله غدا اقتصادي ما يكونش مكلف بالمره. عملت كشري العدس الاصفر، من الحاجات برضو اللي هي مش مكلفه وفي نفس الوقت مغذيه قوي وبسيطه، يعني اكله بسيطه كده تمشي الدنيا برضو، وفي نفس الوقت مغذيه ومش وحشه خالص، حلوه. شويه كشري كده اصفر، بلا يعني عدس على رز كده اصفر. وكمان تقدري تعملي جنبها مثلا بيض مسلوق، بيض مقلي، جنبه كده شويه مخلل زيتون كان عندي برضو حلو قوي. طبق سلطه خضراء، تعتبر السلطه الخضراء يعني دي ما كانتش طبق سلطه خضراء قوي قد كده، ما كانش عندي اكتر من الطماطم والخيار قطعتهم على بعض كده، بس حلو برضو. في ناس بتعمل جنب الكشري الاصفر ده يعملوا مثلا البصله زي بتاعه الكشري كده يحمروها، يعملوا صلصه. احنا مش متعودين بصراحه جنب العدس بنعمل الكلام ده، مفيش اكتر مثلا من طبق السلطه او شويه مخلل. وزي ما قلت لكم لو حابين نكلف اكتر ممكن نعمل بيض مسلوق او بيض مقلي، انا زي ما شفتوا اليوم ده ما عملتش اكتر من اللي قدامكم ده، طبق سلطه صغير كده على شويه مخلل زيتون وليمون وخلاص، على كده اكله اقتصاديه وحلوه، واليوم عدى وتمام مفيش اي مشكله خالص. تعالوا بقى لليوم اللي بعد كده، برده ما كلفنيش كتير، باقل من 100 جنيه عملت اكله مطاعم حلوه جدا جدا تكفي عيله مثلا 4 افراد او 5، حقيقي حلوه جدا. طبق الصدور ده او نص كيلو الفراخ اللي هي الفيليه عامل 80 جنيه. جبته كده ورحت عامله شاورما. طبعا الكميه دي كلها ما كانتش هي دي كل الكميه، يعني انا عملت شويه عملتهم بالفته اللي هي في ناس بتقول عليها فته سوري، في ناس بتقول عليها مصري، فما علينا يعني. عملت شويه رز مبهرين كده، رز مصري عادي، وحمصت شويه عيش، والصوص بقى كان عباره عن توميه، وبيبقى فيه صوص كمان مخصوص للفته كنت عاملاه في فيديو معاكم قبل كده لوحده، هسيبه لكم في صندوق الوصف اللي حابب يجرب الطريقه برده جميله. كنت سايبه يعني شويه من الشاورما اللي هي شاورمه الفراخ دي على جنب كده، عملتها سندوتشات، يعني بالنص كيلو الفراخ الفيليه عملت طبق الشاورما الجامد ده، وكمان عملنا سندوتشات شاورما على جنب كده لوحدها، للي مش حابب ياكل من الفته. شويه بطاطس محمره، كانوا حبيتين بطاطس بس عندي حمرتهم، وطبق كده حلقات خيار، وكمان عملت التوميه. وهنا عملت عصير بقى، كان العصير ده عباره عن برتقال بالجزر على فراوله، يعني عملت كوكتيل كده وكنت حاطه فيه كمان قطعه من الفراوله. فحقيقي سفره جميله جدا ومش مكلفه خالص، في نفس الوقت طعمها حلو جدا، وحاجه كده شغل اللي هو المطاعم بقى، الحاجات اللي هي نبعد خالص عن الدليفري اللي بيكلفنا كتير، ونعمل حاجه اقتصاديه في البيت وفي نفس الوقت حاجه حلوه بدون حرمان. تعالوا لاخر يوم معانا بقى في المنيو بتاعنا، اكله السمك الجميله دي، سمك مقلي كده، سمك بولتي. هو حقيقي يعني ما كانش حجمه كبير بس هو مش رخيص، يعني السمك اليومين دول بقى غالي جدا جدا، فيعني السمك اللي انتوا شايفينه صغير قدامكم ده الكيلو منه عامل 60 جنيه، وفي ممكن ب70 وب80. فيعني بنحاول نمشي الدنيا كده، وانا عموما في السمك ما بحبش الحجم اللي اكبر من كده، ده بالنسبه لي حلو جدا. عملت شويه كده مقلي، وشويه خدتهم بعد ما قليتهم عملتهم بالصلصه كده عشان خاطر ولادي بيحبوه اكتر اللي هو بالصلصه. شويه رز ابيض بقى وسلطه خضراء كده جميله، وشويه جرجير، اكل بسيطه وحلوه ولذيذه جدا. يا رب المنيو بتاعي الاسبوع ده يكون عجبكم، مش عايزه منك اكتر من لايك حلو، وكمان كومنت حلو كده يفرحني ويشجعني، وتدعموني كده علشان اكمل معاكم ان شاء الله الفتره الجايه. ومع السلامه.